السلام عليكم. معكم طارق. مصريين يعني ولو انت معلقها اهو. عم معلقها شيخ المغرب. اخوة اليوم 30/8 يوم 30/8 يعني في جولة في غيد برابون في بروكسل. يعني تفضل يا اخي، تفضل يا استاذ احمد، تفضل 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 انت الاول، تفضل. ايوه طيب. السلام عليكم الشباب المصريين، السلام عليكم. متضامنين مع رابعة ايضا. اخوكم طارق 100% مطمنين من رابعة من اول لحظة. ايوه من اول لحظة مع الشرعي، وما احناش اخوان والله العظيم، ما اخوان وعمرنا ما ندعوا. انا مغربي والله. أيوة. اخواني و40 اخواني و100 اخواني. انا مش اخوان لكنهم اخواني. كل اللي ماتوا دول اخواني. انا اخواني. انا هذول المصريين اخواني. طيب مع اخواني. طيب الاوضاع يعني اللي بتصلكم من مصر يعني ايه؟ انتم ايضا من كفر الشيخ ولا؟ من كفر الشيخ. اليوم 30/8 اكيد في مظاهرات. 30/8 اليوم في مظاهرات عندنا في جميع الانحاء. طيب انا عندي ابويا اللي هو ابويا حزب وطني، ولكن مشاكل، ولكن هو يقول رايي وانا اقول رايي. انا مع الاخوان لاخر لحظه، لانه هم الطريق الصحيح يمشوا مصر. هم الحق. طيب الحق لان هم الناس اللي ماتوا ديت باين عليهم اصلا انهم داخلين الجنه، شافوا الجنه قدامهم. اكيد. لذلك يعني مش المساله صعبه بجد. طيب. بجد يعني صعب الاحترام. انا بكلم اي حد من اصحابي يقول لي يا عم انت من اخوان، انت من انت بتاع اخوان وبتاع تستشيخته يا عم تستشيخته. هم عارفين ان احنا مش بتاع اخوان. هم عارفين ان مش اخوان. طب حنشوفكم ان شاء الله في المظاهرات المقبله يوم الجمعه ويوم الاحد. طيب شكرا. الجمعه للحد. يوم الأحد المقبل إن شاء الله 9/8 8/9 عند باليت جوستيس. يعني مين معانا يعني؟ المصريين اللي مع الشرعية ضد الانقلاب، يعني كلنا ضد الانقلاب بس انا اتمنى والله بصراحة ما اكذبش عليك. تفضل. إن الصوت تاعنا يوصل لمصر. الصوت ده أكيد حيوصل إن شاء الله. بيوصل. عارف ليه؟ لا حيوصل إن شاء الله. عارف ليه؟ أيوه تفضل. عندنا إعلام وسخ. ايوه الاعلام بتاعنا لو عايز يخلي الشحات ايوه باشا أيوة. لكن الحمد لله في يوتيوب وفي فيسبوك، واحنا ان شاء الله يعني نحاول القيام بالاعلام البديل. الاعلام يعني ولو بوسائل بسيطه ان شاء الله. لكن صوتك يطلع على التلفزيون المصري ولا قصدك ان صوتك يوصل وخلاص؟ يوصل وخلاص. احنا باذن الله بيوصل. التلفزيون المصري ده خلاص، ده اعلام لميس واعلام خميس توفيق باشا والناس دي. انت هنا توفيق يا باشا، والله انا بتفرج عليه عشان اضحك. انا بتفرج اشوف الهبل 24 ساعه والله العظيم. انا بتفرج على توفيق باشا عشان اضحك. بقول لك انا بفهم اكتر من لان كل ما اشوف حاجه في مصر، حاجه تبكي وحاجه تعيط. توفيق العكاشة ده شخصيه مش عارف الناس ازاي يطلع عليه. ازاي ده عامل زي الواحده اللي قاعده على المصطبه. طيب شعار المرحلة يسقط حكم العسكر. يسقط ونشكركم يا شباب، وحنبقى دائما متواصلين معكم. ولابد رئيسي. طيب نشكركم على تضامنكم المطلق. انتم يعني احنا مصريين. شكرا بارك الله فيك. السلام عليكم.